يا صباح الفل والخير عليكم يا أحسن متابعين في الدنيا. ربنا يجعل كل أيامكم خير وسعادة يا رب، ويجعل صباحكم زي السكر وزي اللبن الحليب، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا حبيت أتكلم معاكم في الفيديو النهاردة عن حاجات كتير جدا بتخص البنات اللي فاتحين قنوات جديدة. فاتحين دلوقتي كل البنات نفسهم يفتحوا قنوات تسليهم. يعني انا بقول ليه تسليكوا، لان عمرك ما هتبقي لسه فاتحه قناه وتبصي للربح. يعني ما اقولكيش ان انت تفكري في حاجه اسمها ربح اول ما تبقي لسه فاتحه قناه. استحاله. مفيش حد عايز يروح شغل من بدايته هيقول بكره الربح كام او انا هقبض كام بكره. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. وبالذات يعني شغل اليوتيوب والسوشيال ميديا عامه. عامه اي منصه عايزة تدخلي عليها، او اي حد بيفكر يعمل على اي منصة ان هو يفتح لنفسه صفحة او يعمل اي شغل على السوشيال ميديا، ما يفكرش ان هو بين يوم وليلة هيكبر. مفيش، استحالة استحالة. يعني مش انت يوم وليلة، لا طبعا. اليوتيوب اقل حاجة سنة. يعني لو انت مثلا او انت عندك خبرة وشفتي كتير، مثلا قريبتك عندها قناة كبيرة، فهتنصحك النصايح اللي هي كبرتها في الآخر، مش مثلا في الأول. لأن القناة الكبيرة برضو أول ما بدأت شافت متاعب أكتر من اللي انت هتشوفيها. فلو شفتوا حد مثلا كبر فجأة، فلانه بيبقى مثلا حد دعمه، قناة كبيرة فهمته من البداية ايه الصح اللي ممكن يمشي عليه عشان يكبر، فتلاقيه مثلا قناته كبرت اسرع. هتلاقي اول فيديو غير تاني فيديو غير تالت فيديو، وهكذا. كل ما هيعرف التطور، كل ما هيعرف ايه الخطوة السليمة اللي المفروض يعملها، هيمشي عليها وهيتبعها، هيبقى احسن وهيكبر اسرع. خلاص. فمش كل واحدة تنزل فيديو هتحبط بعده علشان ما جابش غير مشاهدة او 2 او 3، وهكذا. ومش كل القنوات بتجيب ربح. دلوقتي الناس كلها متبعة زي الفيديوهات دي كده الروتين. ليه؟ انا نزلت كذا فيديو عن الخياطة، نزلت كذا فيديو على حاجات تخص البيت. هي مش قناة خياطة. فانتي لو عايزة تمشي في واحد اللي هو تعليم الخياطة من ألف للياء، انتي متمكنة، واخدة كورسات، انتي دلوقتي واحدة كبرتي في الخياطة وبقى عندك مصنع ملابس وعارفة تبدأي من الألف للياء، حابة تفيدي الناس وعندك خبرة كبيرة 100%، افتحي قناة خياطة بإذن الله هتكبريها وهتبقى أحسن من أي حد. هتتعبي جدا في الأول، لأن في حاجة اسمها تصوير، في حاجة اسمها مونتاج، في حاجة اسمها إضاءة، في حاجات كتير هتتبعيها في الأول. فلازم لازم لازم تعرفيها علشان خاطر انت تبدأي تكبري. وفي حاجات كتيرة، إمكانيات برضو، في إمكانيات. في ناس معهاش التليفون مثلا عالي، التصوير على حسب ما انت بتصوري التليفون بتاعك عالي او لا، عندك الرينج لايت، عندك لا مش عندك. عندك الستاند. في ناس عندها يعني ستاند مش عالي، مش اللي هو مثلا الواقف ده، في بيجيبوا الصغير. فكل قناة على حسب، في بتقدم طبخ بس فمش هتحتاجي الستاند الطويل، لان هي خلاص عارفة المكان المعين اللي هي بتعمل التصوير عليه. يعني وفي ناس دلوقتي تقولك انا هفتح روتين، الروتين ده بيجيب مشاهدات عالية جدا وارباح جميلة جدا. الروتين اقل اعلانات بتنزل عليه. انا مش بحبطك، بس عشان ما تبقيش مفكرة ان هو ده اللي انت هتجيبيه خلاص هتعمليه يبقى هو ده اللي انت هتقبضي منه. لا، في قنوات تانية زي مثلا اللي عندهم خبرة في المونتاج والحاجات دي، واللي بينزلوا عن الموبايلات، اللي فاتح محل موبايل، اللي بيعرف ازاي يصلح موبايلات والكلام ده. الاعلانات بتاعتهم ارباحهم بتبقى اعلى لان عندهم شرح تعليمي، الناس كتير بتدخل عليه تتعلم منه. لكن الروتين انت بتفيدي الناس،
بس دايما اليوتيوب مخصص الاعلانات بتاعة الروتينات الحاجات اللي والتحديات والكلام ده كله، مخصص لهم اعلانات ارباحها قليلة. يعني ممكن الفيديو بتاعك يجيب 1,000,000 مشاهدة، ممكن يجيب لك 1,000,000 مشاهدة وما يبقاش عندك ارباح. يعني حاجات لا تذكر، حاجات لا تذكر. وفي ناس بتقعد بال6 سنين والله ما بياخدوا جنيه. يعني ما تفكريش ان انت اول ما تفتحي القناة بتاعتك خلاص هتكبري. انا والله مش عايزة احبط حد، بس علشان البنات كلها كل ما ادخل على قناة ادخل التعليقات الاقي الكل كاتب نفس التعليق: انا تعبت، انا ما كنتش قادرة، انا خلاص هقفل القناة. وفعلا واحدة انا عارفاها راحت باعت القناة بتاعتها لان هي خلاص تعبت. هو تعب فعلا، بجد بجد تعب جدا. بس ما يمنعش ان انتي تحطي في بالك ان انتي ممكن تكبري في وقت من الاوقات. ممكن يحصل ان انتي قناتك يعني من عند ربنا. هي بصراحة توفيق من عند ربنا، هي توفيق من عند ربنا ان انتي تكبري فجأة، او ان انتي تكبري بعد 4 سنين 5 سنين على ما يجيلك مشاهدين حقيقيين. ده توفيق من عند ربنا بس، وبتبقى حظوظ. يعني والله يعني مش بكتر الامكانيات، هي حظوظ فعلا. يعني انا بقالي 3 سنين على المنصة، اكتر حاجة عرفتها ان هي حظوظ. في ناس والله الفيديوهات بتاعتهم غير كده خالص، بس سبحان الله بتوفيق من ربنا بتكبر وبتبقى حاجة كويسة. ليه؟ لان ربنا كاتب رزق للقناة دي ربنا كاتب لها ان هي هتكبر بسهولة. فدي توفيق من عند ربنا. انت اعملي اللي عليكي، شوفي المحتوى اللي انت عايزة تقدميه. بتتعبي في بيتك وما عندكيش اي حاجة تانية بتعرفي فيها غير ان انت تروقي بيتك وتطلعي احسن ما عندك في ان انت تفيدي الناس، تشجعي الناس. كل الحاجات دي عندك ومتوفرة، وما انتيش عارفة مثلا اي حاجة تانية مثلا بتفهمي فيها علشان تقدميها، اتوكلي على الله واعملي وسيبيها لله. كبرتي كان بها، ما كبرتيش اديكي حاولتي وجربتي، تعبتي وعملتي، وكله بتاع ربنا. ده كله بتاع ربنا. مش هنحط بقى في بالنا هتحبطي بعد كام فيديو، بس هتيجي بعد كده هتنسي وهتلاقي نفسك يعني خلاص هكمل وزي ما يحصل يحصل. انت كده كده مش خسرانة حاجة، انت مش يعني انت كده كده بيتك وبتظبطيه، فانت مش خسرانة حاجة. كبرتي كان بها، ما كبرتيش اديكي عملتي اللي عليكي علشان تحسي ان انت عملتي حاجة. انا بس عايزة اقول لكم كلمتين. اللي قدامي ده هكمل لكم شرح، بس هكمل بس الفقرة دي عشان كانت واحدة طلبتها. الزيت دبر املة كيدز ده جميل جدا، انا جايباله فيتامين ه وفيتامين الف وبقلبهم عليه. هما الاتنين دول جواهم زيت، انت بس بتفتحي الحباية بإبرة او بأي حاجة او بالمقص، وبتفضي الزيت اللي جواها على الزيت اللي بتستخدميه على شعرك. اي زيت عندك، يعني حتى لو زيوت تانية، لو زيت زيتون هيبقى افضل وافضل وافضل. خلاص انا بفضيها والفارغ بتاعهم برميه وخلاص، وبتسيبيه عندك زيت عادي ان شاء الله هيفيد شعرك وحلو مفيد. يعني لان فيتامين ه طبعا مفيد للشعر، حاجة معروفة يعني. المهم نرجع لموضوعنا تاني. فانتي اهم حاجة يكون عندك صبر، يعني هتصبري جامد، هتصبري جامد جدا جدا يعني. وبرضو دي ارزاق بتاعت ربنا، ربنا كاتبلك رزق هتاخدي، مش كاتبلك خلاص. والله في ناس بتقعد بالسنين يعني، وبرضه يقولك لا احنا مش هنمل. اكيد ربنا كاتب لنا بكره، النهارده ما كبرناش ممكن نكبر بكره. فدي حاجه في ايد مين؟ في ايد ربنا. تعملي اللي عليكي مره واتنين وعشرة وسيبيها لله. حطي دايما مقوله الشيخ الشعراوي دي قدامك. انا من يوم ما قريتها، كنت قريتها كده على النت يعني، عجبتني، فدايما بحب دايما احطها في بالي. كان بيقول ايه؟ اياك ان تعتقد ان الصبر من عندك انت، الصبر مش من عندنا احنا، فالله يريد منك ان تتجه الى الصبر، مجرد اتجاه ونية، وحين تتجه له يجند الله لك الخواطر الطيبة التي تعينك عليه وتيسره لك وترضيك به.
فيأتي صبرك جميلا لا سخط فيه ولا اعتراض عليه. حط دايما الكلام ده في بالك. بصراحة يعني هتحاولي مرة واتنين وتلاتة وهتلاقي نفسك بتصبري اكتر. الصبر، اللي تفتح قناة لازم يكون عندها صبر. عارفة نفسك مش صبورة، ما عندكيش صبر، ما عندكيش طولة بال، ما تفتحيهاش، مش هتنجحي خالص، مش هتقدري. هتعملي فيديو واحد وهيجيلك احباط، هتكبري وهيجيلك مشاهدات وهيجيلك ناس، هتلاقي التعليقات كتير جدا سلبية. يعني حتى لو لقيتي 20 تعليق ايجابي وبيحفزك وبيشجعك، هتلاقي 5 أو 6 بيحبطوكي. يعني مفيش حاجة اسمها مش هتلاقي ان حد يحبطك او لا، دول موجودين في كل الدنيا. يعني حاجة اساسية سبحان الله في الحياة في الدنيا كلها، ان زي ما في ناس بتشجع في ناس بتحبط. يعني سبحان الله، مش هقولك ان مفيش حد يقولك مفيش حاجة اسمها ما حدش بيحبط، لازم. سبحان الله ديت في كل الدنيا. حتى لو بقيتي سفيرة بعيد خالص عن السوشيال ميديا عن اي حاجة، لازم هتلاقي حد يحبطك. والله لو فاتحة بس محل بقالة، هتلاقي في اللي يشجعك وفي اللي يحبطك، لان هي الحياة كده، هي الحياة كده. فانت هتحطي بقى في دماغك التعليقات السلبية ومش عارفة ايه، انا خلاص ما عدتش هطلع، انا خلاص الناس بتحبطني، انا محدش متقبلني. مش هتنجحي وهتبقي اذيتي نفسك بنفسك. هتفتحي القناة، هتدخلي على الشروحات، لان في قنوات متخصصة للشروحات، ازاي ان انت تنجحي في قناتك، ازاي تبدأي بفتح القناة اساسا، ازاي تعملي الحساب بتاعك. كل الحاجات دي ليها متخصص. اي كلمة عايزة تسألي عليها ادخلي على اليوتيوب او على جوجل وتكتبي السؤال اللي انت عايزاه بصيغتك، بأي صيغة، خلي حد يكتب لك، تسجلي صوت، اي حاجة هتلاقي الإجابة اللي انت عايزاها، وهتدخلي عليها واحدة واحدة، وان شاء الله هتقدري. خلاص، المهم ان انت تحاولي تمشي على القواعد اللي تسمعيها على قد ما تقدري. مفيش امكانيات تشوفي البدايل، مفيش امكانيات هتشوفي البدايل. انا مش هقولك ان في ثانية كده هتلاقي الحياة مشيت معاكي والكلام ده، لا لا، والله ممكن تقعدي 4 سنين مفيش اي حاجة اصلا، مفيش غير ان انتي حاسة نفسك بتضيعي وقت وبس. انت مفكرة كده بس ما تعرفش في يوم وليلة ربك ممكن يغير الاحوال في ثانية، انت ما تعرفيش. فانت بتعملي اللي عليكي، بتسلي نفسك، بتحاولي تعملي، يعني بتحاولي تحسسي نفسك ان انت بتعملي حاجة، وتشوفي ربنا كاتبلك ان انت تشوفي نتيجة تعبك، هتشوفي. ما مش كاتبلك خلاص يبقى انت مالكيش الخير في الحاجة دي، مش مكتوبلك الخير في ان انت تكملي في الحاجة دي. هتبطلي يوم، هتبطلي شهر، هتبطلي اسبوعين، هتبطلي سنة، حبيتي ترجعي فدي برضو بتاع ربنا. حبيتي ترجعي، رجعتي ما كبرتيش، برضو بتاع ربنا. رجعتي وكبرتي ولقيتي نفسك كان فايتك حاجات كتير جدا ما انتيش عارفة تعمليها، برضو فده من تدابير ربنا. خلاص، لان ربنا ما بيختار لناش حاجة وحشة، ربنا دايما بيخير لنا الصح اللي المفروض ان احنا نمشي عليه. ربنا بيخير لنا الحاجة اللي هتنفعنا. خلاص، يعني انا زميلتي اللي راحت باعت القناة بتاعتها دي برخص التراب، يعني ما يجيش ربع التعب اللي هي شافته، والله ما يجي 0% من التعب اللي هي شافته. بس خلاص الانسان بيبقى ليه طاقة، وربنا اوحالها بان هو ده الصح ليها. ربنا بيخير لنا دايما الصح، محدش يعني في يوم وليلة كده انت ممكن تصحي في وقت من الاوقات انا هعمل فيديو كذا هو ده ان شاء الله. وفي ناس والله وهي ماشية في الشارع ممكن تصور عربيتين 3 وهي ماشية، تحط الفيديو هوب الصبح ما شاء الله كبرت والقناة كبرت وخلاص، ده توفيق من عند ربنا. خلاص، وانا ليا الشرف طبعا انكم تشتركوا في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.